ازيكم يا شباب. طبعا انتوا مش متعودين مني على على الغياب الطويل ده، بس ان شاء الله راجعين يعني. تمام. بس كنا مشغولين الفترة اللي فاتت، وبإذن الله يعني هنرجع أقوى. اوكي. طبعا أنا قلت أسجل فلوج بسبب يعني مش أنا نفسي أسجل على القناة الأساسية، أو مش عندي أفكار يعني إن أنا أسجل على القناة الأساسية. وطبعا يعني برضو القناة الأساسية بتحتاج شغل أكتر يعني من القناة دي، يعني هنا قناة بنتكلم مع بعض فيها يعني. الساعة دلوقتي تقريبا 7 و7 الصبح طبعا، وشغال يعني من ساعة ما خلصت امتحانات، وأنا آخر يوم أنا شغال شغال من البيت يعني، ومبخرجش يعني كتير يعني، بس الله المستعان يعني. النهاردة هنعمل فلوج كده في يوم من أيام حياتي. تمام. ونشتغل مع بعض ونصور كده اليوم وننزله على قناة الفلوكس، وإن شاء الله يعجبكم يعني. يا مسهل الحال يا رب. طبعا امبارح أصلا أنا كنت شغال على الإعلانات في وخلصتها ودخلت نمت يعني. طبعا بس أنا مش عايز أبدأ دلوقتي يعني في حاجة غير اللي أنا عايز أرجع على سورة في القرآن، عشان بقالي كتير مراجعتش سور كتير نسيتها، فعايز أراجع عليها كمان يعني. من يومين يعني جالي إيميل يعني فرحني كتير أوي، يعني اللي يعرف شركة ماكنزي. شركة ماكنزي ديت من أكبر الشركات في العالم في الاستشارات تقريبا، كانوا بيقدموا منحة تقريبا وقدمت عليها، وفي ناس كتير اترفضت، بس أنا الحمد لله اتقبلت وجالي من القبول. هوريه لكم و يعني فرحت لما اتقبلت يعني. بس المشكلة بقى في المشاكل اللي أنا هتقابلني وأنا بتعلمه يعني. أهو زي ما انتوا شايفين، لحظة هغير الكاميرا. أهو زي ما انتوا شايفين الفورورد قال لي هنا محمد your application is accepted، تم قبوله، ودخلت إن أنا عشان أكتب الإيميل بتاعي، بس يعني الحمد لله اتقبلت يعني. برضو طبعا اللي مش يعرف يعني تقريبا بقى في شراكة ما بين شركة جوجل، ويعني يعني عدلنا نقدر إن إحنا يعني نحصل على اشتراك مجاني لمدة 12 شهر أعتقد في جوجل يعني، عشان تستخدم جيميناي يعني. تمام. خطة جوجل اي اي برو، امبارح قدمت الورق عشان استخدمه، لأن أنا بستخدمه كتير يعني، كتير أوي في شغلي كمان. تمام. وبس لسه إن شاء الله يعني التأكيد ما وصليش يعني، أنا بعته امبارح ولسه بيتراجع.
لسه مخلص حفظ الصورة، تمام، رجعت عليها. وهبدأ بعد كده على الإنجليش. طبعا الكتاب ده جابه من سنتين وماشي عليه، يعني كل يوم باخد نص صفحة كده ولا حاجة، تمام. وهاخد النهاردة حوالي صفحة أو نص صفحة زي ما تيجي، ماشي. وبعد كده بقى هبدأ إن أنا أكمل المقالات التانية أسمع أكتر وأشوف البرنامج فورورد بعد كده، تمام، لأنه بياخد وقت مني كبير أوي، تمام، لأنه كله بالإنجليزي فبالتالي بياخد مني وقت كبير جدا جدا يعني، تمام. ويلا بينا. الكتاب ده طبعا كويس جدا، ويعني حلو ان انا اشتريته، بس اشتريته من سنتين يعني، كان دلوقتي غالي يعني، دلوقتي عشان تشتريه غالي جدا يعني انا حتى لما اشتريته من سنتين كنت شايفه غالي برضو، بس دلوقتي تلاقيه اغلى يعني. كتاب فيه ميزة حلوة قوي، فيه جمل كتيرة جدا بتستخدمها في حياتك اليومية في الإنجليزي، وكمان كل الجمل متسجلة بأكسنت أمريكي أو أكسنت شخص أجنبي. تسمع الجمل كل شوية، تسمعها على طول في أي مكان. أنا لما بكون راكب الميكروباص أو رايح في أي مشوار الكتاب ده بيكون معايا على طول يعني، ما بسيبوش. تمام. في كتابين معايا تانيين بس دول بقى الكتابين لو حبيت أقرا يعني، بس دول ده الإنجليزي، ده الكتاب الوحيد اللي معايا في اللغة، وجامد بصراحة يعني. كنت شاريه من شركة ايجي 20 أعتقد، أي ثينك كده، مش فاكر. وكان جاي معاه شوية هدايا، كان معاه باكج كده كبيرة جدا، وجاي معاه مش عارف 30 كتاب ولا 15 كتيب مع الكتاب ده، وخلصتهم كلهم يعني. خلصت الكتيبات كلها، حوالي 15 أو 10 كتيبات خلصتهم. وخلصت يعني ممكن تقول شوية في الكتاب ده. وحاليا بقى بحفظ الجمل ديت كل يوم وبسمعها كل يوم، وعدد بتتكرر في دماغي على طول يعني، وبستخدمها لما باجي أتكلم مع شخص أجنبي ولا حاجة. فيعني كتاب جميل بصراحة لو عايز تتعلم منه، تمام. وخلصت كده يعتبر يعني، لسه رجعت على القديم اللي أنا خدته. طبعا ما بحفظش يعني، كتر الاستماع وكتر الحركة أو كتر التكرار مش بيخليني أحفظ يعني، حتى لو جمل صعبة بسمعها على طول فبكررها على طول، تمام. ولسه فاضل بس الصفحة دي هاخدها، وبعد كده يعني ممكن أقدم لي كورس ايجي هوك معايا برضو من سنة أو سنة ونص مش فاكر بصراحة، حتى على الكمبيوتر عندي بسمعه. و بس المشكلة إن هو بيطول يعني، بتدنك ساعة تسمع لحد لما تزهق يعني. أنا مشكلته إن أنا بزهق منه يعني، بدنا أسمع على الفاضي وما بسمعش. أنت عارف أنا بحب أسمع على الانستجرام أحسن ما أسمع إيجي هوك، بس في ناس كتير بتشكر فيه يعني، فحبيت إن أنا أكمل فيه يعني. أنا خلصت كام درس فيه بس ما كملتش يعني،
تمام. بس الله المستعان، نخلص ده وبعد كده نشوف اللي ورانا. الحمد لله خلصت اللي عليا في الكتاب ده. يعني طولت شوية لما خلصت الجزئية بتاعتنا، بس يعني تمام جدا يعني. احنا السنة زهقت دلوقتي يعني. آه يعني راسي صدعت. تمام، يعني مش عاد قادر بصراحة ان انا اعمل اي حاجة تاني او ان انا اشوف انجليزي تاني يعني، عشان انا بزهق بصراحة. تمام، انا هطلع ممكن اريح شوية ربع ساعة كده فوق. تمام، لان القعدة على الكمبيوتر كتير او القعدة على الكرسي ده بتتعبني. تمام، انا ناوي ان شاء الله اغيره يعني، هجيب واحد احسن منه. تمام. يعني غيرت الأوضة يعني، لو حد ملاحظ يعني، بس يعني قعدت شهر كامل بعمل فيها يعني رحلات بقى وستاير ومش عارف ايه ودنيا كبيرة، بس لسه في حاجات تانية طيبة برضو ما جاتش لسه، هتاخد وقت لما تيجي. تمام، وإن شاء الله يعني. أهم حاجة عندي الكرسي، عشان ظهري طبعا ظهري بيوجعني جدا يعني. تمام. و هطلع اريح شويه فوق وبعد كده مثلا انزل. طبعا في موتيفيشن ليتر بعمله. طبعا بيبقى في حاجات كده بقدم عليها فبحتاج الموتيفيشن ليتر. تمام. فكتبت حوالي 3/4، طبعا بكتبه على بلوجر، ولسه بقى الربع الاخير. تمام. ما كتبتوش طبعا، بدل قاعد بفكر هكتب ايه واعمل ايه، عشان بس ايه اخلي الموتيفيشن ليتر كويس، اللي هو خطاب الحافز طبعا حد يعرفه. تمام. يعني باخد وقت يعني. يعني البرنامج مفتوح دلوقتي وما قدمتش يعني، ورق كله جاهز، باسبور كله جاهز، بس لسه الموتيفيشن ليتر يعني. بس هعمله بإذن الله يعني، بس هطلع رايح شوية، أقعد مع جدي مثلا شوية، أعمل أي حاجة. تمام، لأن عمي زمانه جاي من السويس دلوقتي، فلو إيجا فأنا مش هكمل يعني. تمام. ف الله المستعان. يلا. لسه وصل لي الظرف ده من البريد، حد مندوب اتصل عليا وقال لي في ظرف مبعوت لك، ورحت استلمته من شوية وجيت. تمام. أحلى حاجة كل حاجة تتعمل بالصبح كده يعني تبقى كويسة. ده طبعا نموذج 2 جند. تمام. مش 2 جند، لأ 7 جند. تمام. 2 جند جبته، وده ال7 جند. طبعا دي نماذج أو ورق كده بتجيبه للذكور بس، الناس اللي بتقدم في الكليات وهكذا. تمام. كنت روحت جبت ال2 جند وما جبتش ال7، فرحت طلبته على النت بقى وجالي. تمام. وهطلع. تمام، اطلع فوق اعمل اي حاجة كده فوق، اكل اي حاجة عشان ما فطرتش. تمام. واشوف هعمل ايه تاني. تمام، لاني برضو مش عارف اعمل ايه.
اوكي. الأنوار دي اوكي. كده الضوء يعني عاد كويس يعني، عاد الدنيا جميلة يعني شوية، مش محتاجة يعني إن إحنا نفتح أنوار يعني. مبحبش أنا أشتغل في الأنوار الصناعية بس عشانكم بس. تعالى نعمل كده. أنا هشتري ستاند للتليفون بدل ده. أنا عندي ستاندات كتيرة بس اتكسرت كلها للأسف يعني، والستاند ده أضعف جايلي هدية. يلا بس. طبعا لسه وصل الظهر وجاي، ونرجع تاني. فطرت و... وسمعت شوية فيديوهات تاني إنجليزي على الانستجرام، تمام. وبصيت شوية في الإحصاءات بتاعت الإعلانات طبعا، عشان الإعلانات لازم أبص عليها كل شوية، تمام. نرجع بقى. طبعا أنا عندي كذا حاجة يعني. موتيفيشن ليتر مش كملته، عايز أكتبه. وكمان برنامج فورد عايز أشوفه. ومش عارف أعمل إيه تاني يعني. ممكن في حاجات كتيرة ممكن أعملها يعني. وفي أدخل على برنامج هلو توك أتكلم شوية يعني، تمام. يعني هنعمل شوية حاجات كده، وممكن أشتغل، تمام. أشتغل شوية أي حاجة تبع الشغل أخلصها، وبعد كده نشوف هنعمل إيه. أبويا فين؟ نعم. طيب شايف؟ مين؟ قالت مين؟ شايف روح الشغل النهارده صح؟ كان المفروض يصحى الصبح بدري ويروح. ها؟ بقول كان المفروض يروح الصبح بدري يمشي. مش فين؟ ما هو مش كان عنده شغل النهارده؟ لا ما كانش. لا كان عنده. لا ما لا لو كان عنده كان راح. ما هو تعبان. حضرتكم في ميزان الفراخ؟ ها؟ ميزان الفراخ. الفرخة ده طلعت قد ايه؟ كيلو كام؟ والله هي كيلو مثلا 60 جرام، كيلو 80 جرام. هما زي بعض يعني، وزن بعض. يعني واحدة مش جاية كيلو ونص؟ معادية. معادية. يعني 2 كيلو الا ربع كده. حلو. تشتغل ولا تدرس؟ ها؟ تشتغل ولا لا قاعد بعمل كده شوية فيديو كده. أدرس إيه لسه؟ لسه على الدراسة. لا النهارده 20/9. هو النهارده كان المفروض أول يوم. أنا بقول لك أنا تشتغل يعني. لا تشتغل مع الراجل يعني. والله أنا شغال معاه بس أنا مخلص أصلا من بدري يعني. بس هو شغل يعني مش كل يوم يعني، مش تقيل يعني. أنا عارف. ده هما ساعة في اليوم، ساعتين في اليوم يعني.
طيب يا جماعة الخير، بقى أكتر من ساعة ونص قاعد وبنام، عايز فنجان قهوة يظبطني عشان مش قادر بصراحة، يعني عايز أخش أنام. في فيديوهات اللي هو كنت مسجلها من سنة تقريبا، وكنت المفروض بسمعها كل يوم، ما سمعتهاش بصراحة. هبدأ إن أنا أسمعها هي والفيديو. هي الفيديوهات كنت بسجلها، يعني كنت بسجلها وترجمها، أنا كنت اتكلمت عنها قبل كده يعني. وين هي؟ I think كده ها هي اهي فيديوهات مصر الجيش، بص حوالي 16 فيديو عايزين نسمعهم يعني. بصوا كده على الفيديوهات تقريبا، يعني احنا خلاص ادي الفيديوهات ومحتاجين اسمعهم. هي الفيديوهات قصيرة حوالي 20 ثانية 30 ثانية يعني مش يعني مش كتار يعني ماشي. فاحنا يعني هنسمعهم الأول، وبعد ما نسمعهم ممكن أطلع أريح شوية، لأن خلاص مش قادر أو أطلع أعمل لي فنجان قهوة، لأن تعبت مش قادر حرفيا يعني. أنا من النوع اللي بتعب بسرعة، وفي نفس الوقت يعني بزهق يعني. أوكي طيب، نسمي بسم الله ونبدأ مع بعض. وتقريبا هنا بص كنت مسجلة يعني، وكنت مستخدم أداة اسمها تقريبا جوي، أعتقد كده لسه بستخدمها حاليا، لأنها مفيدة جدا يعني. Look at time. طبعا أنا اللي بقطعه كده وبترجمه، يعني بترجمه بالأداة دي. ازيكم يا شباب. طبعا انا خلصت كذا مهارة في الانجليزي، تمام. لسه بس مهارة التحدث بحاول ان انا يعني اتكلم كل شوية دقيقة ونص، حاجة زي كده، تمام. فانا جهزت السيت اب بحيث ان انا اصور قدامكم، تمام. هقول نص كويس جدا بحيث ان انتوا تسمعوه وتستفادوا منه برضه، تمام. يلا بينا. Hello everyone. Today I want to talk about something deep and personal. Self-confidence. Self-confidence means believing in yourself, even when things are hard, even when people don't believe in you, and even when you're afraid. It's not about being perfect, it's about knowing you can try, knowing you can grow, and knowing that your voice matters. Sometimes we compare ourselves to others and feel small, but remember this: you are unique, you have something special. No one can do things exactly like you. Confidence is not something we are born with, it's something we build step by step, day by day. So speak up, take the chance, make mistake, and don't give up, because
The more you believe in yourself, the more you will see how strong you truly are. You have a God, sis. Thank you. بعد ما انت في السمك لما واشبار وراس. كلمتهم؟ ما كلمتش ولا هكلمهم عليه. وبيطلع من الشغل يجي. خليك حلو معايا يا جدي. ها؟ بقول خليك حلو معاهم. حلو معاهم، انا عايش معاهم عشان لا اصل انت بتقول كلام كده هما بيزعلوا منك. ما يزعل يا عم الحاج. لا برضه مش هنا. البلح ده مسكر. ايوه نظيف. اللي بقول لك جبت 8 بلحات وغسلته، كانت منهم 4 خد ال4. كانت منهم 5. ها؟ 5 بقى. انت سايب 3. 3 ولا 4؟ 4. ايوه يا اخي ما تقول كده. ده انا عارف يا اخي. انت عايز تغششني يعني. حط النوى بقى في البتاعة دي وخد الطبق معاك وانت راح تتوضى ولا راح اتوضى انت؟ لا روح بس ايه المطبخ. عايز كوباية قهوة ولا قهوة ولا حاجة؟ عشان الواحد بص لا عايز ينام. لا لا اشرب عود نفسك على القهوة. ازيكم شباب، الساعة دلوقتي 6:30. اوكي، واتغديت وخلصت. المغرب هيقدم بعد نص ساعة. سمعت شوية في حلو توك. اوكي، شوية أجانب سمعتهم وبعد كده خلصت. ويعني احتمال انزل مشوار بعد كام ساعة كده، بس عايز اسمع كمل المسلسل. طبعا انا من محبي وعاشقي الكي دراما، لو حد يعرفها يعني كوري دراما، يعني دراما الكورية يعني بالعربي. يعني سمعت مسلسلات كتيرة جدا فيها. بحب الدراما الآسيوية عامة، بس الدراما الكورية يعني عامة يعني ديت غصت فيها، بل وكمان اللغة بتاعتهم عدت يعني عارفها، او من غير ما اصلا مدرسها انا عدت بقولها بس وانا قاعد في البيت يعني. من كتر المسلسلات، يعني انتوا لو حسبتوا عدد المسلسلات والافلام اللي انا سمعتها عن الدراما الكورية يعني بالالاف، مش بالالاف، لا بهزر معاكم، بس انا سمعت كتير قوي يعني، سمعت كتير قوي جدا يعني. ف الدبانة دي بنت اللذينة. فيعني أنا بحبها جدا يعني الدراما الكورية. والمسلسل اللي بدأته في الكي دراما يعني كان، يعني مش عايز أقوله عشان لو انتوا بحثتوا عنه يعني هيدخلكم في العالم ده، وأنا مش عايز أدخلكم في العالم ده لأن هو يعني بصراحة إدمان، يعني إدمان بصراحة، يعني إدمان وتضييع وقت. تمام. فأنا يعني كنت في الأول بتفرج عليها وممكن أقعد اليوم كله بتفرج عليها. تمام. بس بعد شوية كده قلت لأ، لازم إن أنا أقف وقفة، ومثلا في نهاية كل يوم ناخد حلقة حلقتين كده يعني. والحمد لله ماشي على النهج ده، يعني كنوع من أنواع الحافز يعني، أو زي حاجة كده بعملها كل يوم كده، رفع عن نفسي يعني. تمام. فيعني عالم بصراحة يعني أنا أدمنته جدا، ويعني حتى عرفت درست المدن من خلال المسلسلات واللغة واللهجة ومش عارف يعني شربت اللغة من كتر المسلسلات اللي أنا اتفرجت عليها. فأنا النهاردة يعني هو المرة دي مش بتفرج على مسلسل كوري، يعني هي أكتر مسلسلات سمعتها والأفلام كانت كورية، ولكن المرة دي أنا سمعت المرة دي أنا متابع مسلسل صيني. تمام.
بحب الكوري اكتر من الصيني برضه، يعني الكي دراما دي عمرها يعني مش هستغنى عنها. بس المسلسل الصيني ده لسه بادئه امبارح بصراحة، سمعت اول حلقة منه امبارح، يعني لسه هسمع حلقة النهاردة، الحلقة التانية النهاردة يعني. تمام. فمسلسل جامد بصراحة يعني. مش جامد يعني، انا لما بشوف كده شوت معين بس واروح بتفرج عليه. تمام. يعني حرفيا يعني في مسلسلات وافلام في كوريا يعني تخليك تدمن الكي دراما. انا عدت من الكي دراميين، محبي الكي دراما، عدت بعشقها عشق يعني. انا عمري اصلا ما اتفرجت على الدراما الكورية ديت يعني. يعني سبحان الله، يعني اخر فترة ديت اندمجت معاها جدا يعني. اوكي. كان سمعت امبارح على كان موقع اسمه ارب دراما على ما اعتقد كده. وكمان ايه يعني، حتى لو مش بلاقي المسلسل او مش بلاقي الحاجه اللي انا عايز ادور عليها، بشترك وبدفع فلوس في نتفليكس او بدفع فلوس في ايا كان الموقع عشان اتفرج. يعني بقول لك ادمان ادمان ما بعده ادمان. وينك يا موقع؟ اوكي. طبعا انا برضو قبل ما انزل عملت شوية تعديلات في الحملات الاعلانية اللي انا عاملها، لان نتائج اصلا الاعلان ممكن يشتغل النهارده حلو، ممكن بكره ما يشتغلش، بكره ما يجيبش حاجة. فبدأنا نعدل فيه كل شوية. الدبانة هنا لما بتخش الأوضة بتقرف أمي، والله العظيم. أنا جايب رش للدبان هنا بس هيخنق الأوضة لو رشيت يعني. يلا نتفرج على الفيلم او نبص عليه بصه كده ونسجل معاكم اللي بتاعه، وبعد كده بنام عشان الدبانه دي مش هنخلص منها.